طيب دي افضل بدائل لوجبات الهابي ميل للاطفال، بس المشكله بقى مين ممكن يدي طفل لعبه بالمنظر المرعب ده؟ فتعالوا بقى نجربهم واحده واحده. وعشان نبقى جربنا كل حاجه في وجبات الاطفال، انا جايب لكم بيتزا وتشيز برجر ووجبه فرايد تشيكن وساندوتش فرايد تشيكن، وخلينا بقى نشوف مين فيهم بيدينا افضل قيمه مقابل السعر. نركن بقى كل ده على جنب ونبدا باول حاجه معانا وهي هولمز، والوجبه دي اسمها نوم نوم بوم بوم حاجه كده يعني، وسعرها 90 جنيه، وهي بتتكون من العلبه اللي شكلها لذيذ قوي دي، وجواها باكت مناديل وباكت بطاطس صغير مع ساندوتش تشيز برجر، 2 كاتشب وشوكه، انا ما اعرفش حاطين لي شوكه ليه، وفي الكيسه دي حاطين لي عصير، والصراحه حاجه تحترم منهم جدا اللي هم سالوني عايز العصير بطعم ايه، واللعبه برده هم الوحيد اللي سالوني اللعبه الولد ولا بنت. خلينا بقى نركن اللعبه دي على جنب دلوقتي ونجرب كده بقى البطاطس الاول. من الواضح كده انها بطاطس كرينكل ومظبطينها تتبيله وبتاع، ندوقها بسم الله. حلوه جدا والله، يعني تتبيله البطاطس بتاعتهم حلوه قوي، ونوع البطاطس نفسها بالتناس. بلع كده بقى بالعصير، عظمه. خلينا بقى نفتح التشيز برجر ده، وده كده بقى الحجم بتاعه جنب وشي يعني يعتبر صغير شويتين ثلاثه، بس دول اطفال يعني احنا مش طماعين. ده كده بقى شكل الساندوتش من جوه، ومن الواضح كده ان هم مظبطينه صوصات بقى وخيار مخلل والحاجات الحلوه دي. دوقوا كده بسم الله. اوف، يعني والله تقريبا كاني باكل ساندوتش من ماك، يعني نفس كواليتي العيش الطازه جدا، والبرجر اللي مستخدمينه يعتبر كويس وحته تخينه كده فطعمها واضح، بس اللي ظابط الطعم قوي هو الصوصات والخيار المخلل والحاجات المحطوطه دي، نقلت الطعم بتاعه في حته ثانيه اصلا. جامد جدا كاول وجبه. خلينا كده بقى نشوف اللعبه اللذيذه جدا اللي هم حاطينها لنا، واكيد واضح كده انها شنطه سفر. بعدين بص عاملين يعني بتاع علشان ايه تمشيها كده، يعني لعبه جامده جدا للاطفال. خلينا كده طب نفتحها ونشيل البتاع اللي عليها دي ونشوف جواها ايه، لان يعني في حاجه بتشخشخ جوه. لحظات الحقيقه، هتفتح ازاي دي؟ يا لهوي، اكيد فيها حاجه بتسهلها. لا اهي اهي، يا نهار ابيض، انا بعت حاجه جامده جوه. افتحها بقى. اوبا، لا 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 لا، شغل فاخر من الاخر. يعني هم تقريبا حاطين مقتنيات بنات عادي، من فرشه شعر لشنطه، يعني شنطه جوه الشنطه للبتاعه دي اللي انا مش عارف دي عباره عن ايه، مش عارف ده حمل غسيل ده ولا ايه لجزمه بوت وهاف بوت وتوكه ولا مشط للشعر. الصراحه يعني هي بالرغم ان هي غاليه، اغلى واحده في اللي احنا نجربهم كله 90 جنيه، بس اللعبه اللي جوه محترمه جدا. يا ريت بقى البنات اللي بتتفرج عليا يقولوا لي اللعبه دي شكلها جامد ولا لا بالنسبه للبنت والحاجات دي كلها. نخش بقى على وجبه الهابي ميل اللي بعد كده بسعر 65 جنيه من مسلم، والصراحه انا متفاجئ من حجم الكيسه والتقل بتاعها. يعني بصوا كده، خليكم معايا لحظه ده بقى الساندوتش الموجود جوه، يعني ده مش ساندوتش اطفال، ده انا ممكن اكله واشبع واتبسط وتبقى زي الفل. والكيسه بقى جايه معايا الساندوتش ده، نفتحه كمان شويه، وعلبه البطاطس دي، ده كده شكل البطاطس اللي جوه، الكميه بتاعتها تعتبر كويسه جدا، وعصير جهينه بالمانجا، واخر حاجه بقى معانا وهي اللعبه. وانا مش فاهم ليه في شهر 11 ما مديني نضاره بحر، بس قشطه يعني ممكن نخليها الصيف الجاي. طب كده اول حاجه بقى معانا هي البطاطس، وبرده بطاطس عاديه عليها شويه تتبيله، ندوقها بسم الله. تتبيله البطاطس بتاعتهم احلى من بتاعت هولمز، بس البطاطس بتاعت هولمز كانت احلى. خش بقى على الساندوتش، وده المفروض ساندوتش فرايد تشيكن، يعني بصوا حجمه جنب وش عامل ازاي، يعني بصوا مثلا لو قارناه بالنص بتاع هولمز في فرق شاسع عامل ازاي، وبرده ستيل ارخص منه بكتير. الساندوتش ده بقى بيتكون من قطعه فراخ محترمه وعليها بقى طماطم وبصل وخيار والحاجات دي كلها، بس انا طالبها فراخ بانيه، ما اعرفش ليه هو مديها لي دجاج مشوي، بس قشطه يعني الساندوتش طعمه يعتبر كويس، حجمه طبعا معتبر جدا، بس الفراخ المحطوطه جوه تحسها برجر فراخ او فراخ بالكان، انا مش فاهم التتبيله بتاعتها دي عباره عن ايه. هي طعمها لذيذ يعني، انا بالنسبه لي ككبير ممكن اكلها عادي، بس لو معاكم اطفال ما اظنش هيميلوا قوي للساندوتش ده، ممكن مثلا ياخدوا حاجه ناجت او فرايد تشيكن، يعني حاجه في النص كده. خش بقى على اللي بعد كده وهي وجبه فرايد تشيكن من بروست، وانا مش فاهم هم مصغرين الكيسه ليه كده، بس قشطه يعني ممكن يكون عشان العيل الصغير يبقى يشيلها وبتاع. ودي فيها عصير جهينه برده، واضح ان هو جهينه هو الراعي الرسمي لوجبات الاطفال، واثنين كاتشب، والعلبه دي اللي موجود تقريبا فيها كل الوجبه. نفتحها، وفيها باكت بطاطس يعتبر كويس، يعني بصوا حجم البطاطس بتاعته عامله ازاي، ورغيف عيش كايزر، وخمس قطع ناجتس. واخر حاجه بقى معانا وهي اللعبه، يعني انا بالنسبه لي اللعبه دي هي كانت الراعي الرسمي للعبه اللي بتتوزع في العيد الصغير والكبير، تقعد بقى تلعبها وعمرنا ما دخلنا البتاع في مكانها، فقشطه دي ممكن نبقى نجربها بعدين فيها كمان شويه. بس خلينا بقى نجرب اول حاجه وهي البطاطس. ده كده الشكل بتاعها وهي لزقت في بعضها طبعا، بس انا مش حاسس ان عليها اي تتبيله. بسم الله، يعني البطاطس بيزك بالملح ما فيهاش اي اختراع. نجرب كده طيب الناجتس، والصراحه لونها حلو جدا. بسم الله. طعم الناجتس بتاعتهم محترمه قوي، يعني هي عباره عن مفروم فراخ مش عجينه فراخ، فطعم الفراخ واضح، ده غير ان البريدنج اللي بره كويس جدا. هي طبعا مش اختراع يعني، اكيد ممكن تكون حاجه مجمده، بس قشطه يعني كطفل مش هيبقى زعلان خالص. نجرب كده طيب، نحط بقى لقمه ونحط فيه ناجتايه، نبلع عليها بشويه عصير، ونكمل بقيه اكلنا واحنا بنشوف الشغل بتاعنا على الموبايل دلوقتي.
انا لو طفل دلوقتي هبقى مبسوط على الاخر. زي الفل جدا، بروست عجبني قوي. نخش بقى على اخر وجبه معانا واكتر واحده انا متشوق اجربها بسبب اللعبه الغريبه دي وهجربها معاكم، وهي وجبه الاطفال من بيتزا كوين. وجاي معاها كيسه فيها شويه مناديل، بس شويه مناديل معتبره، وكميه شوك وسكاكين انا مش فاهم ليه الكميه دي اصلا، مع 3 كاتشب وعلبه عصير لامار الحمد لله مش جهينه. والوجبه دي سعرها 72 جنيه. المشكله بقى وانا بطلب البتاعه دي راحت قالت لي طب عايز عليها زيتون ولا جبنه بس؟ فقلت لها قشطه مش هاتيلي زيتون. راحت قالت لي 82 جنيه. فهو الزيتون غالي قوي كده للدرجه دي يا جدعان ولا في حاجه غلط ولا انا مش فاهم؟ تعالوا كده طب بقى نفتحها ونشوف ايه المنظر اللي جوه. بسم الله. لا والله يعني تعتبر كويسه جدا كشكل، كحجم برضو يعني تعتبر محترمه جدا. يعني انا لو واحد كبير ممكن اكلها عادي وهشبع. ده كده بقى شكل السلايز. ندوقها بسم الله. حلو قوي. كان شوقتنا نجرب بيتزا كوين عادي. يا جدعان اوف، بصوا هي كطعم بيتزا وعجينه وجبنه والحاجات دي كلها فهي تحفه جدا. بس انا مش فاهم ليه بيتزا مارجريتا لا عليها فلفل ولا طماطم ولا زيتون ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. يعني انتوا قلتوا لي عايز زيتون ولا لا، فانا قلت لكم لا، فما تشيلوش بقيه الحاجات اللي على الوش. بس انا بالنسبه لي بقيت حاسس انها بيتزا مشكل جبن فعجبتني اكتر من المارجريتا. خلينا بقى نشوف حوار اللعبه الغريبه اللي انا مش فاهمها دي. يعني ده المفروض كده بيبي وماشي هنعديها ونقول تمام، بس ده الحبل السري ولا ايه وضعه؟ انا مش فاهم. وايه البيبي اللي بص دراعته بتعمل ازاي؟ ايه ده؟ مروحه دي يا جدعان ولا ايه؟ طيب هنفترض ان هو بيحبي واحنا ناس قنوعه ومش هنرخم عليهم، فقشطه احنا هنلف الزنبلك بعد كده نخليه يحبي. هتلاقوا الزنبلك واقف في طريق الحبو، فتعالوا نشوفوا كده هيعمل ايه. ايه ده؟ استنى نجرب تاني. ايه يا عم؟ طب احبي طيب. احبي ما تحرجناش ياما. ايه المنظر ده يا جدعان؟ حد يفهمني ايه المنظر ده؟ وبس بقى دي كانت نهايه الفيديو بتاع النهارده. لو في بقى مطاعم تانية بتعمل وجبات اطفال قولوا لي عليها في الكومنتات عشان نبقى نعمل جزء تاني للفيديو ده. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والفولو وكل الحاجات الجامده دي. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.